قصتنا النهاردة مش أي قصة سمعتوها قبل كده. قصتنا مش بس شائكة وغريبة، لكنها كمان بتهز الضمير وبتخلي كل واحد فينا يقف لحظة ويفكر إزاي الإنسان ممكن يوصل للدرجة دي من الانحراف. حابب تعرف قصة راجل باع شرفه؟ ومش بس كده، ده صور شرفه وكان مبسوط بكده. خليك معايا، أنا عمرو سليمان في القصة الكاملة. القصة اللي هنحكيها النهاردة اتعرضت قبل كده في مسلسل مصري شهير إنتاج سنة 2013، لكن أنا بعرضها النهاردة علشان حاجتين. الأول عشان التوعية، والتاني لأن الجرائم من النوع ده دخيلة على مجتمعاتنا المصرية والعربية وبتناقض كل القيم والمبادئ اللي اتعلمناها. قبل ما أبدأ لازم أنوه إن الحلقة دي للكبار فقط وغير مناسبة للمشاهدة العائلية. سنة 2006 في محافظة الجيزة، تحديدا في حي من الأحياء الراقية، كان فيه شاب اسمه حسام، عنده 24 سنة، عايش مع أهله في بيت كل حاجة فيه مثالية. أبوه اللي اسمه كامل راجل على خلق، متدين ومهندس في شركة كبيرة. أمه كانت موظفة في بنك. حسام هو ابنهم الكبير وليه أخت وحيدة أصغر منه بكام سنة. البيت ده كان بيت متوازن ما فيهوش مشاكل، والعلاقة بين الأب والأم كانت كلها تفاهم ورقي. ظروفهم المادية أكتر من ممتازة. كامل ربى ولاده أحسن تربية من لما كانوا صغيرين، وفر ليهم كل حاجة، تعليم في مدارس خاصة، لغات، وكل اللي يتمنوه. يعني حسام من وهو طفل ما كانش ناقصه حاجة، عاش حياة كلها رفاهية وراحة. لكن الزمن بيمر وحسام بدأ يكبر، ولما وصل لسن المراهقة حوالي تقريبا 14 سنة بدأ يظهر عنده ميل للعزلة. كان بيحب يقفل باب أوضته عليه ويبقى لوحده. أبوه كان بيسيبه براحته لأنه كان واثق إن التربية اللي زرعها فيه من صغره كفيلة إنها تحميه من أي انحراف. لكن اللي كامل ما كانش يعرفه إن حسام في عزلته بدأ يدخل عالم غريب، عالم الأفلام الشمال. أدمن عليها وبدأ يسيطر على دماغه، ومع الوقت بقى جزء من حياته السرية اللي محدش يعرف عنها حاجة. حسام كمل تعليمه، وفي الثانوية العامة جاب مجموع كبير خلاه يدخل كلية تجارة جامعة القاهرة. أبوه فرحان بنجاحه فاشترى ليه شقة في مدينة بدر، كتبها باسمه كهدية. بعد ما اتخرج حسام اشتغل محاسب في نفس الشركة اللي أبوه بيشتغل فيها. أخته الصغيرة بقى كمان نجحت واتخرجت من الجامعة، اتجوزت شاب محترم واستقلت بحياتها. يعني كل حاجة في حياة حسام كانت ماشية زي الساعة. لما حسام وصل لسن 24 سنة قرر إنه يستقر ويتجوز عشان يكون أسرة ويعيش حياة زي أي شاب في سنه. ظروفه المادية كانت ممتازة وأهله ما قصروش معاه. لما قال لأبوه وأمه عن رغبته في الجواز جهزوا ليه كل حاجة وفرشوا الشقة اللي في مدينة بدر. حسام كان رافض فكرة الجواز التقليدي، كان عايز يتجوز عن حب وبمواصفات معينة في شريكة حياته. وفعلا اتعرف على بنت اسمها غادة عن طريق أصحابه. غادة كانت بنت محترمة جميلة جدا وتقريبا في نفس سنه. حسام انشد ليها، وبعد ما اتأكد من مشاعره كلم أهله عنها. أبوه وأمه ما اعترضوش وتقدموا ليها. بعد فترة حسام وغادة اتجوزوا. أول سنة من جوازهم كانت زي الحلم، حياتهم كانت سعيدة، كل حاجة بينهم ماشية تمام. بعد كام شهر غادة عرفت إن هي حامل، وكل اللي حواليهم باركوا ليهم وفرحوا جدا. لما غادة ولدت بنت زي القمر الكل كان فرحان. لكن بعد الولادة حياة غادة اتقلبت تماما. كل وقتها ومجهودها بقوا لبنتها الصغيرة. حسام في البداية كان متقبل إن مراته مشغولة ومقدر تعبها، لكن مع الوقت بدأ يحس بالإهمال.
بدل ما يدعمها بدأ يتضايق ويعترض ويطالبها بحقوقه الزوجية بدون مراعاة لظروفها. المشاكل بدأت تظهر، خناقات على أي حاجة سواء الأكل، ترتيب البيت، أو حتى أسباب تافهة جدا. غادة هنا من ناحيتها ما كانتش قادرة تستحمل عصبية حسام وصوته العالي، فبدأت ترد عليه والمشاكل كبرت أكتر. لما بنتهم كبرت شوية ووصلت لسن 3 سنين، غادة قررت ترجع للشغل مرة تاني. اشتغلت مديرة حضانة في مدينة بدر، وده خلاها مشغولة أكتر وما بقاش عندها وقت كفاية للبيت أو لحسام. حسام حس إن هو اتسرع لما اتجوز وهو لسه صغير، بدأ يقفل على نفسه في أوضته زي زمان، زي أيام المراهقة. هنا رجع لعادته القديمة، الأفلام اللي مش تمام، كمان أدمن عليها زيادة. كان موجود من أيام الثانوية الموضوع ده، بس هو كان بطله بعد الجواز. لكن لما حس بالإهمال من غادة رجع ليه ورجع بقوة. غادة بعد فترة لاحظت إن حسام بيقضي ساعات طويلة لوحده في أوضة المكتب، فبدأت تراقبه. لما اكتشفت إنه بيتفرج على الأفلام اللي إياها اتضايقت جدا وحست إن هي مكسورة. حاولت تكلمه تقول له إن هي زعلانة وإن هي حاسة بالذنب إن هي مقصرة معاه، لكن حسام ما كانش مهتم بكلامها. بالعكس، صرح ليها إن الأفلام دي بتديه سعادة وبتشبع رغبات، وعرض عليها إن هي تشاركه وتتفرج معاه. غادة في الأول رفضت، لكن بعد إلحاح منه وافقت وبدأوا يتفرجوا مع بعض. مش بس كده، بدأوا يقلدوا اللي بيشوفوه، والموضوع بقى جزء من حياتهم اليومية بيتكرر وباستمرار. مرت الشهور، الملل رجع يضرب علاقتهم مرة تاني. حسام بدل ما يحل المشكلة بدأ يدور على حاجات جديدة تكسر الروتين اللي بينهم. من كتر متابعته للأفلام الإباحية خطرت في باله فكرة شيطانية وغريبة، إنه يشوف غادة مع راجل تاني. تخيلوا، حسام حس إن الغيرة عليها لو شافها مع حد غيره هتخليه يثار أكتر وأكتر. بعد تفكير طويل قال لغادة عن الفكرة وطلب منها إن هي توافق. غادة في الأول رفضت، لكن بعد إلحاحه الشديد وافقت. الزوجين بدأوا يخططوا للموضوع ويفكروا إزاي يلاقوا شريك ثالث يكمل مثلث الانحراف ده. ولما ما لقيوش حل ينفذ فكرتهم، حسام دخل على الفيسبوك وبدأ يدور لحد ما وصل لجروب اسمه تبادل الزوجات. الفضول خلاه يتابع الجروب ده لمدة 6 شهور عشان يفهم ازاي الناس دي بتعمل كده. بعد ما فهم كل التفاصيل، هو وغادة قرروا يعملوا جروب خاص بيهم. حسام عمل اكونت وهمي على الفيسبوك وسماه تبادل زوجات للجادين فقط، وكتب رسالة بيقول فيها إن هم زوجين من القاهرة بيدوروا على زوجين زيهم عندهم نفس الرغبة والميول في تبادل الزوجات. المفاجأة، الجروب ليه إقبال كبير جدا، وكل يوم كانوا بيستقبلوا رسائل من ناس بتطلب تنضم ليهم. حسام بدأ يفكر إزاي ينفذ فكرته بأمان. حط 4 شروط لأي زوجين عايزين ينضموا. أول شرط، لازم يكونوا متجوزين بعقد رسمي مش عرفي. تاني شرط، مستواهم المادي يكون عالي جدا. وتالت شرط، يكونوا مثقفين ومستواهم الفكري راقي. رابع شرط، حسام وغادة لازم يرتاحوا ليهم ويحسوا بانسجام معاهم. بعد ما حط الشروط بدأوا يتواصلوا مع ناس كتير. حسام كان بيفاضل بينهم لحد ما اتعرف على شخص قال له إنه مهتم ومستعد هو ومراته ينفذوا كل شروطهم. حسام قابل الشخص ده لكن ما ارتاحلوش فرفضه وعمل ليه بلوك. بعد يومين غادة عرفت حسام على زوجين وقالت له إن هم مناسبين جدا. حسام كلمهم وعرف إن الزوج بيشتغل في دولة عربية ونازل أجازة، وبعد فترة هيرجع. حسام اتعرف عليهم، وبعد ما شاف صورهم وكلمهم على الماسنجر وفتحوا الكاميرا مع بعضهم حس إن هم مناسبين لبعض. المراحل كلها عدت بنجاح ووصلوا للمرحلة الأخيرة اللي هي مرحلة التنفيذ.
حسام وغادة راحوا لبيت الزوجين في فيصل واستقبلوهم وقعدوا يتكلموا ويهزروا ولعبوا كوتشينة كمان عشان يكسروا الرهبة والخوف اللي كان موجود بينهم. بعد شوية الزوجين الأربعة دخلوا أوضة النوم ونفذوا الفعل المحرم. الموضوع ده اتكرر كذا مرة لحد ما الزوجين خلصوا أجازتهم وسافروا. حسام رجع يدور على زوجين جدد واتعرف على شخص بيشتغل في بنك وساكن في التجمع الخامس. نفس السيناريو بيتكرر، راحوا بيتهم واتكلموا وبعدين نفذوا الفكرة. لكن المرة دي غادة قالت لحسام إن هي متضايقة، وقالت لحسام إن هي ما استمتعتش. بعد أسبوعين الزوج ده كلم حسام وعرض يعيدوا الموضوع من جديد. حسام وغادة وافقوا وراحوا ليهم مرة تانية. الزوجين استمروا في أفعالهم لمدة 3 شهور لحد ما في بداية مارس 2012 اتعرفوا على زوجين جدد، محمد ومي. الزوجين دول كانوا مطابقين لكل الشروط اللي حطتها حسام وغادة. حسام طلب يقابلهم في كافيه قبل ما يروحوا شقتهم في المهندسين يوم 12 مارس 2012. اليوم ده كان يوم خميس بالليل. الزوجين الأربعة اتقابلوا في كافيه في ميدان لبنان بالعجوزة. قعدوا يتكلموا وكان واضح إن هما منسجمين جدا مع بعض. اتفقوا على كل التفاصيل وقرروا يروحوا شقة محمد ومي. لكن فجأة المكان اتملى برجال الأمن. حسام وغادة اتسمروا في مكانهم وما عرفوش يهربوا. تم القبض عليهم واتنقلوا لمديرية أمن الجيزة. في المديرية حسام وغادة اتفاجئوا بالصدمة الكبرى. محمد طلع الرائد محمد حسين ومي مساعدة ليه، والزوجين دول كانوا جزء من كمين محكم عشان يوقعوا بيهم. من اللحظة دي حياة حسام وغادة اتقلبت رأسا على عقب. في التحقيقات بقى حسام اعترف بكل حاجة. قال انه حسام كامل عنده 30 سنة، متجوز غادة عبد النبي من 5 سنين، وان هم كانوا بيمارسوا الدعارة تحت اسم تبادل الزوجات. لما فحصوا موبايله لقوا ان هو بيستخدم خطين، واحد باسمه من شغله والتاني من غير عقد، كان بيستخدمه للتواصل مع الازواج اللي بيعرفهم من الفيسبوك. ولما يطمن ليهم كان بيكلمهم من الخط الاساسي من موبايل. لقيوا صور لغادة في اوضاع مخلة جدا، وصور وهي شبه عارية أو مفيش، وكتب على جسمها كلمة تبادل. حسام قال إنه كان بيصورها عشان يبعت الصور للزوجين اللي بيختاروهم عشان يأكدوا جديتهم ويكونوا جادين. حسام كمان اعترف إن هم اتعرفوا على زوجين في دولة عربية وطلبوا منه صور لغادة مكتوب عليها عبارات معينة. حسام نفذ، لكن الاتفاق ما كملش لأن الزوجين كانوا عايزين يمارسوا الفعل ده عن طريق الكاميرا. حسام رفض، كمل كلامه وقال إن هم اتعرفوا على 3 عائلات، زوجين في فيصل وزوجين في العمرانية وزوجين في التجمع الخامس. آخر زوجين كانوا محمد ومي اللي وقعوا بيهم. لما سألوه لو كان بياخد فلوس مقابل أفعاله دي، قال انه ما كانش بياخد ولا جنيه، وانه كان بيعمل كده عشان المتعة بس. وقال كمان انه هو حر يعمل في مراته اللي هو عايزه، سواء يصورها صور كده او فيديوهات كده. النيابة هنا ارفقت في التحقيقات اذن الضبط والاحضار، تسجيلات صوتية، تسجيلات الكاميرات المراقبة اللي سجلت كل كلام المتهمين، بالاضافة للمحادثات مع الرائد محمد ومساعدته مي. القضية طبعا اترحلت لمحكمة جنح العجوزة، والنيابة وجهت للمتهمين تهمة ممارسة الشمال والدعاية ليها عبر الإنترنت. في 16 يوليو 2012 المحكمة أصدرت حكمها. حسام كامل حكم عليه بالسجن 7 سنين مع الشغل والنفاذ ومراقبة الشرطة لمدة 7 سنين تانيين. غادة عبد النبي حكم عليها بالسجن 3 سنين مع الشغل والنفاذ ومراقبة الشرطة لنفس المدة. لكن القضية أو القصة ما خلصتش هنا. قضية حسام وغادة مش الوحيدة، للأسف فيه ناس كتير بعدهم وقعوا في نفس الفخ وبنفس التفكير الشيطاني.
تبادل الزوجات مش مجرد جريمة، ده انحراف أخلاقي بيهدد أساس الأسرة والمجتمع. لما بصيت على قضايا زي دي كتيرة سواء في مصر أو في دول تانية، لقيت إن كلهم مشتركين في نفس الفكر، إن هم شايفين إن قمة المتعة في الأفعال المحرمة اللي بيعملوها. وهنا ننبه إن إحنا حكينا القصة دي عشان نرجع الناس لفطرتهم السليمة، عشان نحمي مجتمعنا من الأفكار الملوثة اللي بدأت تنتشر. لازم كل واحد فينا يفكر 1000 مرة قبل ما ينحرف ورا رغباته. القضية دي درس لكل أسرة ولكل شاب وشابة، إن الانحراف طريقه سهل لكن نهايته كارثية. لغاية هنا قصتنا خلصت، بس القصص لسه ما خلصتش. وكان معاكم عمرو سليمان، ودايما خليكم بخير، في أمان الله، مع السلامة.